مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم في قناتي قناة سعيد أحمر دقمة على اليوتيوب. Audio Jungle. Audio Jungle. أعتذر مجددا يا شباب يا أصدقاء بسبب عدم نشر فيديوهات على القناة لضيق الوقت والعمل يعني، بس أكيد يوم اللي نحس إنه في شيء لازم نحكيه وعم نطلع ونحكيه. بالفترة الأخيرة يعني عم بشوف كتير فيديوهات نشرت المقارنة دائما إنه بين ميسي ورونالدو ومين الأفضل، وللأسف يعني بعض الصفحات عم توصل لحتى الإساءة الشخصية يعني لكل إنسان ورأيه. أكيد يعني كل نجم له متابعينه له إنجازاته، يعني أنا واحد من الناس اللي أحب رونالدو وأحب ميسي، يعني هل غلط في هذا؟ يعني هل تعتبر هاي خطيئة؟ أعتقد أنه كرة القدم تفهم بهذا الشكل يعني بهالطريقة، لأنه كل لاعب له متعته له جمهوره له متابعينه له فنه. يعني في ألعاب يجيدها رونالدو، في ألعاب يجيدها ميسي. أكيد يعني الأرقام والفوز بكأس العالم طبعا أعطى أفضلية لميسي، ولكن هذا لا يمنع أنه في متابعين ومحبين لرونالدو، فهالمقارنة هاي دائما يعني مع أو ضد. يعني أنا مع الاثنين مثلا، يعني يحق لي ولا ما يحق لي. فأتمنى أنه يكون في يعني هيك عقلانية شوي في طرح الآراء وعدم الإساءة للبعض. اثنين نجوم كبار، وفي كتير يعني للأسف في نجوم كتير انهضم حقا في هالحقبة اللي تزامنوا فيها رونالدو وميسي. على سبيل المثال تشافي، انيستا، طبعا كتير لاعبين انظلموا، ولكن هن هاللاعبين اللي أكثر شيء نالوا الكرة الذهبية وحققوا ألقاب مع منتخباتهم وأنديتهم. أتمنى أنه أسمع الرأي العقلاني، الرأي اللي فيه مصلحة كرة القدم وتذوق الآراء من خلال التعليقات. شكرا لكم أصدقائي، تحياتي.